ما انا مش هقول لكم كل حاجه برضه. والله ما يقلقنيش، لانه الذكاء الاصطناعي يعني اقل من الذكاء البشري. انا لا بحب مدرسه الفضايح ولا بحب مدرسه الدخول في الامور الشخصيه. الاعلامي الرائع المحترم المهني رامي رضوان. اكتر الحاجات كاعلامي ناجح بقى، انت هتغششنا حاجه دلوقتي لو نتعلم ازاي نقدر نشوف في كل برنامج حاجه ناخدها لينا احنا نستفيد منها. مش عايز احدد برامج معينه، لكن دايما بحس انه من الملاحظات اللي عندي في اغلب البرامج اللي ناجحه ان الحس الفكاهي بيبقى مهم ده حقيقي. في بعض الاحيان، لان مش كل الموضوعات بتتحمل ده. صحيح. ودي طبعا ما بتبقاش حاجه الواحد بيقدر يقدمها غير لو الملكه موجوده. طبعا. ومهما كان بيحاول يقدمها وبيبقى لذيذ فيها، هيبقى دمه تقيل جدا عند ده ناس حقيقي. تانيين. انا لا بحب مدرسه الفضايح ولا بحب مدرسه الدخول في الامور الشخصيه لنجوم المجتمع، سواء فنانين او سياسيين او غيره. فيعني مدرسه ليها احترامها وليها اصحابها، بس لست من ابناء هذه المدرسه خالص، طب ما تقدر تقول احبهاش. لنا ايه هو الحد الفاصل بقى بين مواجهه الاحداث والامور اللي بتحصل مثلا في حياتنا بنشوفها ولازم نتابعها ونغطيها، وبين مثلا خلينا نقول ايه الانزلاق للترند؟ نعمل شغلنا، نعمل شغلنا اللي هو ايه، نشتغل بالمعلومات. اوكي. نبعد عن الاهواء، نبعد عن الاراء. ممكن نطرح الاراء من وجهة نظر. لو موضوع مثلا مثار على السوشيال ميديا، فنقول ايه الاراء اللي بتدور حوله، مفيش مانع. طب انا لو سالتك بقى في موضوع كمان هو مؤخرا احنا بنشهده كتير، تغطيه الجنائز ومثلا التجاوزات اللي بتحصل من بعض الصحفيين او المصورين، ايه هي اخلاقيات او الحد الادنى خلينا نقول اللي لازم يكون متبع في تغطيه الجنائز؟ وتاني انا بقول مع كامل الاحترام لكل الزملاء الصحفيين، لما بيبقى الواحد داخل عزاء او جنازه ويجي لك حد بالمايك ويقول لك تقول ايه، هقول ايه؟ بجد. إن الله وإنا إليه راجعون. بأقدر جدا حرصهم على توثيق اللحظات دي رغم ألمها وصعوبتها. إنما يعني خلي بالك مثلا لو جنازة عبد الحليم حافظ ما كانتش اتصورت، ما كناش هنشوفها. طبعا. جنازة أم كلثوم، هو كنوع من جنازة التوثيق. النجوم، فاهمة؟ فهو كنوع من التوثيق يحترم، لكن بشكل منظم. لو خدتك لموضوع اخر يعني يمكن هو كمان مطروح ودايما بنتكلم فيه او بنسمعه في كل المنتديات، الذكاء الاصطناعي واستخدامه في الاعلام، واصبح الموضوع ممكن خلينا نقول بيهدد مستقبل الصحافه بشكل او باخر. ليه؟ والله ما يقلقنيش، لانه الذكاء الاصطناعي يعني اقل من الذكاء البشري. مش قلقان لسه. ثقه ثقه. لا مش ثقة والله. بصي، هو في المرحلة الحالية الموضوع ما يقلقش، إنما المستقبل مبهم. يعني كم المعلومات اللي بتطعم بيها أو بتطعم بيها هذه الميكنة، ممكن تقول إنه هيبقى في نفس مستوى ذكاء الإنسان في يوم من الأيام، ده وارد، ممكن يبقى أكتر. أما التحدي اللي البعض قلقان منه إنه الذكاء الاصطناعي والروبوتس هتحل محل البشر في بعض الوظائف، واقع. نعم. لكن قصاد الوظائف دي هيبقى في وظائف تانية جديدة صحيح. هتتولد. طبعا حضرتك استضفت معظم النجوم اللي كانوا في دراما رمضان 2023 وعملت حلقات رائعه جدا، ما عدا التيم لمسلسل جت سليمه. ليه؟ والله حتى الفانز مقصود؟ بيقولوا كده، انت عملت تستضيف الناس كلها وما فين؟ استضفتش احنا عايزين نشوف ابطال دنيا جت مع الإعلان. سليمه. لا الموضوع محطوط في الخطه من ساعه مسرحيه انستونا. نعم. ان احنا بنرتب انه عايزين نعمل لقاء نتكلم على المسرحيه، ثم بداوا العمل في المسلسل، قلنا طب صحيح. ناجل اللقاء فنتكلم على العملين مع بعض. مش تقصير مني، لكن انشغال من فريق العمل هو اللي حال دون انه عارف الموضوع ده الاخبار كلها يتم. من البيت يا استاذ رامي، احنا عايزين نعرف احنا كمان. ما انا مش هقول لكم كل حاجه برضه. ظهور البنوته الجميله كايلا كايلا؟ في مسلسل جت حبيبتي. سليمه، يعني كانت ما شاء الله بجد تبارك الرحمن، كانت حاجه مؤثره وحاجه حبيبتي. لافته والكل كان بيشيد بجمالها وبالكاريزما. هل ده يعني انا عارفه انه بدري شويه السؤال ده، بس هل احنا ممكن نقول ان احنا هنشوف فنانه كبيره في المستقبل، ولا ده كان مره عابره ولا؟ لا هي كانت مرة وتجربة. هل فنانة كبيرة في المستقبل؟ الله أعلم. ده إذا كان مجال الفن هو اختيارها فهو اختيارها. نعم. إذا كان هتبقى فنانة كبيرة أو لأ، فده هيبقى قرار الجمهور اللي هيشوف شغلها نعم. ويقيمه ويقول رأيه فيها. فأنا بتمنى بس إن ربنا ينور يا بصيرتها رب. يا رب. ويوجهها للطريق الصح اللي يكون فيه نجاحها، نعم. واللي يبعد عنها أي إساءة نعم. ومخاطر والدم التقيل اللي ساعات بنشوفه على ده السوشيال حقيقي ميديا، دي طبعا، أهم ده حاجة. حقيقي. طب لو طلبت منك الفنانه الجميله دنيا سمير غانم انك تظهر معاها في احد اعمالها، هتوافق ولا لا؟ ما هي حصل قبل كده وعملت ده، يعني مش همانع يعني قصدي ان انت تكون عامل ده بشكل انه بروفيشنال بقى، يعني انت ان تيجي انا امثل يعني. والله وعندك بصي، الكاريزما وعندك القبول ما والجمهور ربنا يخليك، بيطالب. ما اعتقدش ان دنيا هتطلب ده. اوكي. خلاص لا اعتقد، لان هي آه،
دنيا مش مرحبه قوي ان انا ممكن اشتغل في المجال الفني. ليه؟ بالعكس. هي شايفه انه بلاش. لان انت شايف انه خلاص، هي اكيد اعلامي ناجح وشاطر وليك ربنا مكانه يخليك يا كبيره، رب. فاكيد هو بس ده رايها. بغض النظر ومع كامل احترامي لرايها، انا قراري الشخصي انه اي عمل فني هشوف انه هيضيف لي ومش هيأثر على مهمتي الرئيسيه اللي انا مهتم بيها، وجودي في المجال الاعلامي وتقديم البرامج، طالما مش هينقص مني شيء ومش هيضرني، ما عنديش مانع. طب لو ما كنتش اعلامي كنت تتمنى تبقى ايه؟ بدايه شغلي في الاعلام حتى كان طموحي ان انا اقدر اجمع ما بينه وما بين العمل الخاص، انما في الوقت الراهن يعني من الحاجات اللي بشتغل عليها انه يبقى في فريق عمل اقدر من خلاله ومعاه نأسس لموضوع في العمل الخاص، وقد كان بالفعل في فريق عمل عظيم يعني ربنا كرمني بيه، ومجموعه من الاصدقاء اللي بدأنا مع بعض شركه ناشئه بقى لها دلوقتي حوالي سنه. الحمد لله في اي التطور بتاعها تخصص، في اي كويس. هو ابلكيشن اسمه امباكتن، هو مختص بهذا الامر بفكره مش موجوده في مصر ولا في العالم العربي قايمه على ايه؟ ولا في حته في العالم. فكرته قايمه مينلي على انه ازاي نوصل البراندز اللي عندهم منتجات بالمستهلك اللويال ليهم، الوافي ليهم اللي بيشتري منتجاتهم، ولكن هذا المستهلك عنده حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي، مش حسابات بابليك، مش حسابات عامه. فبالتالي هو مش لا يصنف كانفلونسر ولا سيلبرتي، ولا هو بني ادم عادي جدا. ايه قيمه الموضوع ده؟ حاجتين رئيسيين. الحاجه الاولانيه انه انا كبراند النهارده عايز اشوف المستهلك اللي بيستخدم حاجتي طبعا عشان احاول اديله كريدت صح. لده. يكون الموضوع دايركت بدون بالظبط. الحاجه الثانيه انه اصحاب الحسابات الخاصه دايره اصدقائهم ومعارفهم هتلاقي في الغالب عندهم نفس القوه الشرائيه، نفس صح. اليوزر او الكلاينت بيهيفير، صح. فبالتالي تاثيرهم على بعض قوي جدا. ان شاء الله يكون ليك كل التوفيق وكل النجاح فيها، فكره يا ذكيه رب، والفكره اكيد تتلائم مع احتياجات المستهلك اكيد يا يعني. رب ان شاء الله. انا بشكرك من قلبي على شكرا ليك، الانترفيو الرائع، شكرا. بجد استمتعت.